السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض الدايرة بس بغرزة العمود بلفة. انا في الفيديو ده مش مركزة اكتر حاجة على العمود بلفة ولا على الدايرة السحرية، انا بس مركزة على التزايد. فلو انت مش بتعرفي تعملي دايرة سحرية او عمود بلفة، انا سايبالك فيديو مفصل لكل حاجة منهم. الفيديو ده هننفذ بس فيه التزايد، هعرفك ازاي نعمل تزايد. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. انا استخدمت خيط لونه كافيه بالسمك ده، تمام. واستخدمت ابرة مقاس 5 على حسب اللي يريحك في الشغل. هفك بس عشان حصل عقدة كده في الخيط، وهبتدي الف الخيط على ايدي واعمل دايرة سحرية واحدة واحدة كده بالشكل ده. هلف الخيط بالمنظر ده كده، وهدخل الابرة من تحت اول خيط واسحب الخيط التاني، تمام. مش هشد بقى ايدي ولا اي حاجة، انا هسحب اهو الخيط وادخله في الحلقة اللي انا كونتها بالشكل ده. دي طريقة سهلة جدا للدايرة السحرية. نفذي الدايرة السحرية باي طريقة تعجبك. وهرتفع بقى سلسلة. انا كده امنت الدايرة السحرية بتاعتي، هرتفع سلسلة كمان. حلو حلو. وهعمل بقى في الدايرة دي 12 عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة كده وهدخل في الدايرة وهسحب الخيط. هيتكون معايا 3 حلقات على الابرة. هلف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط مرة كمان واخرج من حلقتين. كده اتكون معايا اول عمود بلفة. هعمل التاني وهلف الخيط وادخل في الحلقة السحرية. اتكون معايا 3، هلف الخيط واخرج من 2، وهلف الخيط كمان مرة واخرج من حلقتين. هضيق كده الدايرة السحرية معايا، وهلف الخيط وادخل واعمل برضو عمود بلفة. زي ما قلتلكوا هنعمل 12 عمود بلفة. الفيديو ده يا جماعة هدفه ازاي تعملي التزايد في الدايرة علشان ما تقوصش مني او تطلع مهرولة مني، لا تطلع مظبوطة، وكمان الشكل في النهاية متناسق. هنعمل 12 عمود بلفة مع بعض بالشكل ده كده. موضوع سهل وبسيط جدا. الدايرة السحرية ميزتها ان انت مسافة ما بتخلصي وتشدي الخيط مش بيكون فيها اي فراغ كده، يعني فاصل ما بين الشغل، بيبقى شكله مش لطيف لو عملتيها بالسلاسل العادية. وتأمين الدايرة السحرية سهل جدا. بتجيبي ابرة تنظيف وبتبتدي تدخلي الخيط بتاع البداية من ورا كده الشغل كويس جدا، تثبتيه كويس بحيث ان هو ما يفكش. بصوا شكلها شيك جدا ومش بيكون فيها اي فراغ. هبتدي بقى اقفل في اول عمود قابلني اهو. شايفين انا اول السلسله اللي انا خدتها ارتفاع دي انا مش بعتبرها عمود خالص، انا بقفل في اول عمود يقابلني بقفل فيه بغرزه منزلقه، تمام. ده كده اول سطر معايا. اول سطر 12 عمود بلفه. هبتدي ارتفع سلسلتين وبرضو مش هعتبرهم عمود خالص. هشتغل في السطر التاني كله تزايد، يعني هعمل 2 عمود بلفة فوق كل عمود بلفة. ده كده اول عمود هعمل فيه 2 عمود بلفة. ادي اول واحد، وكمان هعمل التاني. ادي تاني عمود بلفة. انا كده عملت 2 عمود بلفة وما حسبتش الارتفاع خالص، مش بعتبره عمود خالص، انا بشتغل عواميد بس. هلف الخيط واشتغل 2 عمود بلفة في العمود اللي بعده بالشكل ده كده. وهدخل في اللي بعده برضو اشتغل 2 عمود بلفة. يبقى انا كده السطر التاني هشتغل كله تزايد، كله تزايد، بمعنى ان انا هشتغل فوق كل عمود بلفة 2 عمود بلفة، تمام. سهلة وبسيطة، ويعني مش محتاجة بصراحة.
امشي معايا خطوة بخطوة، هتلاقي ان انت بتعملي الدايرة اللهم بارك عليها. هوصل بقى للعمود اللي قبل الاخير ونيجي نقفل مع بعض السطر. بصوا كده انا عملت 22 عمود بلفة بالشكل ده. هبتدي ادخل بقى في اخر عمود اعمل 2 عمود بلفة. ادي واحد وادي التاني. بصوا السلسلتين هم الارتفاع انا مش بعتبرهم اي حاجة، مش بقفل فيهم اصلا، انا بقفل في اول عمود يقابلني، بدخل كده تحت الحلقتين واعمل غرزة منزلقة. بصوا الدايرة احنا كده لسه في البداية، ده تاني سطر. وبعد كده هرتفع سلسلتين بالشكل ده. تمام، بصوا شكل الدايرة. وبعد ما ارتفعنا السلسلتين هنيجي بقى للسطر الثالث. هعمل في اول عمود هعمل عمود واحد بس، مش هعمل تزايد فيه، يبقى هعمل في اول عمود ده هعمل فيه واحد بس. تاني عمود ده هعمل فيه 2 عمود بلفة. ادي واحد ادي 2. العمود اللي بعده هعمل عمود واحد بس، وهنا هيبقى تزايد، هنا عمود هنا تزايد عمود تزايد، ده هيبقى طريقة السطر الثالث. يبقى انا بعمل عمود تزايد عمود تزايد. تمام، انا كده عملت 2 عمود. هعمل في العمود اللي بعده ده هعمل عمود واحد بس. هاجي في اللي بعده هعمل تزايد. ادي واحد ادي 2 عمود، بعد كده 2 عمود عمود، وهعمل الحلقة اللي بعدها هعمل 2 عمود. ادي واحد ادي 2. وهفضل مكملة كده السطر لحد ما اوصل برضو للاخر. تمام، عشان ما اطولش عليكم الفيديو. يبقى احنا السطر الثالث بنشتغل عمود 2 عمود عمود 2 عمود. تمام، وهنا وصلت لاخر السطر الثالث وكان معايا 36 عمود. يبقى انا اول سطر 12 عمود بلفة، تاني سطر معايا 24 عمود بلفة، تالت سطر 36. يعني انا كده بزود في كل سطر 12 عمود بلفة. تمام، انا كده دخلت في اول عمود يقابلني وقفلت فيه بغرزة منزلقة. بصوا الشكل عامل ازاي، متناسق وشكله تمام كده. ادي اول سطر زي ما قلت لكم 12، تاني سطر 24، تالت سطر 36. رابع سطر المفروض يقفل معايا على 48. اخدت سلسلتين ارتفاع. تمام، وهبتدي الف الخيط على الابرة وهدخل في اول عمود واعمل عمود بلفة، وهدخل في تاني عمود وهعمل عمود بلفة، وهدخل بقى في تالت عمود اعمل 2 عمود بلفة. يبقى انا هعمل عمود والغرزة اللي بعدها عمود وبعد كده 2 عمود، يبقى عمود عمود 2 عمود. هبتدي الف الخيط على الابرة وادخل واعمل عمود. ادي اول عمود. تمام، هدخل واعمل عمود في الغرزة اللي بعدها. يبقى كده ادي عمود وعمود، الغرزة اللي بعدها هعمل 2 عمود. ادي واحد ادي 2. تاني بصوا، يبقى انا عملت عمود وعمود، والعمود التالت عملت فيه 2 عمود، بعد كده عمود وعمود وبعد كده 2 عمود. تمام، مرة تانية هعمل عمود. ادي واحد، هعمل في الغرزة اللي بعدها عمود، في الغرزة اللي بعدها هعمل 2 عمود. ادي واحد ادي 2. هصبر بس عشان الأذان وهفضل اشتغل كده. يبقى التزايد في السطر الرابع عمود وعمود وبعد كده 2 عمود، يبقى عمود عمود 2 عمود. ده كده التزايد بتاعنا في السطر الرابع. وزي ما قلت لكم لازم يكون معانا 48 عمود، هنعدهم كده ونوصل ل 48 نعرف ان احنا ماشيين صح.
هكمل بقى انا لحد الاخر برضو عشان الفيديو ما يطولش، وارجع لكم واحنا بنقفل السطر. وكده وصلت لاخر السطر. بصوا الدايره شكلها لطيف. هبتدي ان انا اسيب اول سلسلتين اهم واشتغل في اول غرزة عمود واعمل فيها منزلقة. بصوا انا عملت هنا ادي عمود وعمود وبعد كده 2 عمود، وهفضل اشتغل على كده. قفل معايا على 2 عمود، يعني بصوا ادي عمود التاني وهنا 2 عمود، وبصوا هنا اول حاجة عندي عمود عمود 2 عمود، لازم يبقى دايرة كده متصلة. وبعد كده بقى هقفل في بغرزة منزلقة في اول عمود كده، وبرضو هرتفع سلسلتين وهعمل بقى السطر الخامس. بصوا الشكل عامل ازاي، يعني بتبتدي تكبر معانا ومش بتبقى مقوسة ولا اي حاجة. هرتفع بقى دي 1 ادي 2، واعمل بقى السطر الخامس اللي المفروض يبقى موجود معايا 60 عمود بلفة. تمام. العدد مهم، لازم تعدي علشان تبقي عارفة ان انتي ماشية صح. هنعمل بقى هنا عمود هنا عمود وهنا عمود وهنا تزايد. تمام، عمود 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 تزايد، يعني 3 عمود، والغرزة الرابعة هنعمل فيها تزايد. ادي 1 ادي كده اول عمود، كده ادي العمود التاني، وكده ادي العمود التالت، وفي الغرزة الرابعة هعمل تزايد، هعمل 2 عمود. ادي 1 ادي 2، هعمل عمود ادي 1 ادي العمود التاني ادي 2 وادي 3 عمود، وفي العمود الرابع هعمل تزايد اللي هو 2 عمود في نفس المكان. عمود ادي 1 وعمود ادي كده 2 وادي عمود ادي كده 3، وادي الرابع هعمل فيه 2 عمود هعمل فيه تزايد، وهفضل اشتغل برضو على كده. يبقى انا عندي 3 عمود وفي الرابع بعمل تزايد اللي هو 2 عمود في نفس المكان. هفضل شغالة على كده لحد ما اوصل لاخر السطر، وهيقفل معايا على 60 عمود بلفة. وكده خلصنا السطر الخامس وقفل معايا على 60 زي ما قلتلكوا. بصوا بقى احنا عملنا 3 عمود اهم وفي الرابع بنعمل تزايد. بصوا هنا ادي 1 ادي 2 3 تزايد. تمام، شفتوا ازاي الدايرة متصلة؟ يعني بنقفل هنا زي ما بنقفل هنا، بيبقى متصل كله. كده عملت 5 سطور. هقفل بقى بغرزة منزلقة في اول عمود بالشكل ده كده، وبرضو ارتفع سلسلتين. انا السطر الخامس قفل معايا على 60، السطر السادس هيبقى معايا 72. هلف الخيط واعمل عمود ادي 1 واعمل عمود ادي كده 2 وادي 3 وادي 4 والخامس هعمل تزايد. يبقى انا في السطر اللي فات كنت بعمل 3 عمود والرابعة تزايد، في السطر ده هعمل 4 عمود وفي الخامس تزايد. يبقى دي 1 ادي 2 3 4 5 وهنا هعمل تزايد. يبقى انا كده ماشية بكل سطر بزود عمود لوحده، بمعنى انا السطر الثالث عملت عمود تزايد عمود تزايد، السطر الرابع عملت 2 عمود والتالتة تزايد، السطر اللي بعده 3 عمود والرابعة تزايد، السطر اللي بعده 4 عمود والخمسة تزايد، السطر اللي بعده 5 عمود والستة تزايد، وهكذا. تمام. فالسطر ده زي ما قلنا هيقفل على 72 غرزة،
فهنعدهم برضو واتأكدوا من العد كويس، وارجع لكم برضو واحنا بنقفل عشان نشوف اللي بعده. كده خلصت السطر السادس وقفل معايا على 72 زي ما قلتلكوا. بصوا بقى، ادي هنا اهو، ادي 1 2 3 4 والخامس تزايد، 1 2 3 4 والخامس تزايد، وكده يبقى انا السطر بتاعي مظبوط. وهبتدي اقفل في اول غرزة عمود اشتغلتها، وهرتفع سلسلتين، والسطر السابع المفروض يقفل معايا على 84 غرزة. كل سطر بزود 12 غرزة. السطر اللي فات احنا كنا عاملين 4 عمود والخمسة تزايد، هنا هنعمل 5 عمود والستة تزايد. فاهمين؟ بالشكل ده كده. ادي تزايد تاني، ادي 1 ادي 2 بالراحة، وادي 3 4 5 وكمان السادس بقى هنعمل تزايد. فهمتوا الفكرة؟ يبقى احنا كل سطر المفروض يزيد معانا العواميد قد ايه؟ 12 عمود. طب احنا كل سطر بنعمل التزايد ازاي؟ بنزود عمود بالشكل ده. شايفين؟ بصوا الدايرة كمان لما نكملها هتلاقوها كبيرة بقى، ومفيش اي تقوس فيها ولا اي يعني هرولة. بجد الطريقة دي حلوة جدا. وهبتدي برضو اشتغل زي ما احنا قلنا بقى 5 عمود والستة بنعمل فيها تزايد. هرجع لكم في اخر السطر علشان طبعا هشتغل كل ده، هيبقى وقت طويل قوي على الفيديو. الله الله، بصوا كبرت وبقت حلوة ازاي. هنبتدي نقفل في اول غرزة عمود زي ما احنا قلنا، وهرتفع برضو سلسلتين، وهشتغل السطر الجاي المفروض يبقى 96 غرزة معانا. فهنشتغل ادي اول غرزة عمود، وادي الخيط طلع، ادي تاني غرزة عمود، والتالت غرزة عمود، ادي 4 وادي 5 وادي 6 كمان، وهنعمل في سابع غرزة 2 عمود بلفة. يا رب كده تكون الطريقة فهمتوها واستفدتوا منها. يبقى انا بعمل 6 عمود والسابع بعمل 2 عمود. السطر اللي بعده هنعمل 7 عمود والثامن تزايد. السطر اللي بعده 8 عمود والتاسع تزايد، لحد بقى ما توصلي للارتفاع او قطر الدايرة المناسب بالنسبة لك. انا كده قفلت بالمنزلقة تمام، وده كده ظهر الشغل من ورا. طبعا ده بقى هننضفه يعني بإبرة التنظيف، وهنثبت قوي على الدايرة السحرية عشان ما تفكش معايا. بصوا ده كده الشكل، بصوا شكلها عامل ازاي، جميلة وفلافي كده، يعني مش مهرولة، مش مشدودة، مظبوطة. بصوا عملت كده اول حاجة، عملت اول سطر كان 12، تاني سطر معانا 24، تالت سطر معانا كان 36، ورابع سطر كان 48 عمود بلفة. خامس سطر كان 60، وسادس سطر 72، وسابع سطر كان 84، وتامن سطر كان 96. لو كملتوا هيبقى 108، سوري، لو كملتوا هيبقى 120. بعد كده هنزود 12. فاهمين؟ هيبقى بالمنظر ده، هيبقى يعني احنا كل سطر بنزود 12 عمود بالطريقة اللي انا قلتلكوا عليها. اتمنى يكون الشرح واضح والفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو فكرة بسيطة.
طيب في شويه نصايح كده حابه اقولها لكم، ان انتوا ما تشدوش ايديكم في الخيط وانتوا شغالين. تاني حاجه، لو عملتوا الدايره دي بالدايره سحريه، يا ريت تامنوا الشغل كويس قوي بتاعكم من ورا بابره التنظيف. تالت حاجه بقى عايزه اقولها لكم، معلش على تقطيع الفيديو، لان انا كنت مصوره الفيديو ده على مره واحده، بس للاسف لقيت حاجات يعني مقطوعه منه، فاضطريت ان انا اكمله علشان انزله لكم. فما تزعلوش، واشوفكم الفيديو اللي جاي على خير. مش طالبه منكم اي حاجه غير ان انتوا تدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، ولو حابين ان انتوا تعملوا لي لايك هكون مبسوطه جدا جدا، ولو حابين تشوفوني تاني اعملوا لي سبسكرايب للقناه، اشتراك، وفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد ينزل تقدروا تشوفوه على طول. وشكرا جدا جدا ليكم، باي باي.